انيوسيو يوربون، شلونكم؟ ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا مشاعري مضطربة، ما ادري اضحك ابكي اصيح، ما اعرف شنو اسوي. واخيرا قررت اتخلى عن التسخيت واسجل دورات خصوصي مالت السادس الاعدادي. واول خطوة كانت هي انه نبدي بانتظام الصلاة. اول شي بديت امسح الصبغ مالت العيد حتى التزم بصلاتي، وانتو ايضا بلشوا هاي الخطوة وياي. هنا فتحت لكم فلاش حتى توضح لكم الصورة أكثر. كانت أظافيري شفافة من كثر التنظيف وبقائي مدة طويلة بالماء أثناء التنظيف، بس صارت خالية من الصبغ الأظافر، مما يعني أني جاهزة للصلاة. كلش مشتاقة لكم، طمنوني عنكم، شلونكم، شنو أخباركم، دخلتوا دورات أو لا؟ نصيحة مني لكم يا بنات، طبعا لا تنغرون، مو شرط انه انتم تدخلون معهد، تقدرون تكونون على اليوتيوب اذا كنتوا تفهمون على اليوتيوب. طبعا اني اكره مادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء، قررت ادخل هذني ال3 مواد على المعهد، وبقية المواد انا راح اقراهن على اليوتيوب وراح اسيطر عليهن بشكل تام. فانتوا حسب ما انتم متعودين شلون تقرون، قولوا لي شنو اصعب مادة عندكم وبديتوا تقرون او لا. طبعا أنا سويت جدول والحمد لله مستمرة عليه، صار لي تقريبا أسبوع كامل أقرأ على هذا الجدول، أقرأ جميع المواد بشغلات بسيطة طوال اليوم. وأنام بكيفي، أقعد بكيفي، يعني ما أقيد نفسي، أقدر أطلع ويا أهلي من يجون خطار أنزل، وبنفس الوقت منظمة دراستي ويا لعبي. طبعا حتى نستعد ليوم مشرق إن شاء الله، أخذت شاور سريع وبديت أقشر وأرطب وأسوي الشغلات العادية بعد الحمام. بنات اني هم كان نفس الشعور اللي انتم هسه تحجون بيه، انه انتم مالكم خلق تبدون ومالكم خلق تقرون اصلا ولا تفتحون كتاب، وخايفين اصلا من مرحله سادس. نفس المشاعر اللي انت بيها حاليا اني ايضا بيها، ولكن اني ضغطت على نفسي حتى اتجاوز هاي المرحله، لان انت بالنهايه رايحه سادس رايحه سادس. لذلك استغلي وقتك بالعطله، حتى لو تقرين قصيده واحده ولا تظلين بدون ما تقرين اي شيء. وطبعا هنا أنا بديت أجهز فراشي حتى أنام. لأن خلاص طبعا بعد هاي ما صفطت فراش وكذا وقعدت بالفراش ابتديت الضوء، ظليت أتقلب بالسرير بأرق وكذا، لذلك شعلت نشرة أو إضاءة احنا نسميها، وبديت أقلب بموبايلي وأشوف شغلات تحمس عن السادس الإعدادي حتى يصير عندي طاقة ليوم المعهد. أشوفكم صباحا. صباح الخير أصدقائي. طبعا هنا أنا قعدت الساعة ب12 لأن محاضرتي الساعة ب2. أول ما قابلني منو؟ قطتي اللطيفة، وانطيتها أكلها قبل ما أتريق أني. وهنا أنا قررت أتريق شي خفيف وسريع اللي هو جبنة وشاي. وأيضا شربت مي، لا تنسون شرب المي ضروري. بعد فترة ساعة ونص ساعتين توجهت للمعهد متوكلة على الله. أخذت وياي هذا الدفتر حتى أسجل به أي ملاحظات يقولها الأستاذ، وأخذت وياي فلوس تحسبا إذا قال لي أريد ملزمة. وطبعا هاي كانت حديقة المعهد تخبل، مليئة بالورود والزينات والقعدات، وكان الجو يخبل رغم كان حار كلش. هنا طبعا بعد ما انتهيت من المحاضرة صورت لكم، واجا طير وقف واني اصور. رجعت للبيت منهكة لان اني ما متعودة، واكلت وتغديت وبعدها خلص يومي. مع السلامة.